السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مصطفى ورجعت لكم بمقطع جديد يا جماعة الخير. اليوم يا جماعة الخير أشعر وكأن قوة الإيمان في قلبي تزداد. قوة الإيمان قوية جدا يا جماعة الخير. اليوم مثل ما انتم شايفين جماعة الخير لابس دشداشي مروح من صلاة الجمعة، صايم كمان اليوم، فأسأل الله أنه يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا جماعة. المهم يا جماعة الخير، أبو ستيفن اليوم راح يحكي لكم قصته لما راح عمره يا جماعة الخير وكيف ضربت واحد. يا اخوان، والناس بتروح تعمل عمره، تعتمر، تتقرب لربنا وتصلي وتدعي. انا رايح اعمل طوش. هذا منظر واحد طوش يا جماعه الخير. انا منظر بني ادم يعمل طوش يا جماعه الخير. يا جماعه الخير راح احكي لكم بالقصه، فتنسوش اللايك والاشتراك. تمام يا جماعه الخير، رجعنا لكم. انا الحين رجعت قعدت عشان اعرف اصور، لاني انا مش متعود الصراحه اني اصور وانا قاعد. فحتى فعليا والله حاسس في اختلاف كبير اني لما قعدت اني عرفت اصور، بس وانا واقف مش عارف اصور يا جماعه الخير. مش متعود اني اصور وانا واقف وهيك، فرجعت وانا اصور وانا قاعد. تبدا قصتنا يا جماعه الخير في 2013 او في 2014، والله تعالى اعلى واعلم. كان عمري يعني من 11 سنه، كان عمري 12 سنه 11 سنه او بجوز 13 سنه، يعني في حد من فتره 2013 ل 2015. بعرفش هي السنه هي اللي رحنا فيها العمره، بس كانت بالفتره هذه اللي راح بالعمره يعني انا وابوي وامي واخوتي. طبعا كيف رحنا يا جماعه الخير؟ رحنا احنا العيله لحالنا، فاخذنا سياره بيحكوا لها جيمس، سياره خاصه، بعرفش بيحكوا لها جيمس، اعتقد شيء زي هيك. المهم يا جماعه الخير سياره خاصه، ورحنا لوين؟ الى المدينة المنورة. دائما يا جماعة الخير اللي بيروح عمرة أول شيء بيروحوا دائما على المدينة، بعدين بيروحوا على مكة وبعتمر. رحنا يا جماعة الخير إلى المدينة المنورة، وطبعا ما أحكي، المدينة المنورة أروق وأهدأ وأكثر مكان تشعر فيه بالهدوء والأمان. لما رحنا يا جماعة الخير على المدينة المنورة ما صارش إنه في قصص، إلا إنه في المسجد النبوي يا جماعة الخير أختي ضيعت أمي. راحت شربت مي، كانت صغيرة، راحت شربت مي فما عرفتش ترجع لأمي، فضاعت. صارت تدور على أمي وأمي صارت تدور عليها، فالتقينا في أمي هناك، إنه حكت لنا إنه ضاعت أختي وإلى آخره، وفتشوا عليها وفعليا لقوها بشكل سريع. يا جماعة الخير راح اختصر لكم، مش راح احكي لكم لما الإحرام والى آخره، لأنه فعليا ما صارش اشي، يعني أحرمنا عادي وانطلقنا ورحنا إلى مكة. فالمهم يا جماعة الخير بدأنا نطوف حوالين الكعبة. فالمهم يا جماعة الخير واحنا بنطوف الكعبة، طوفنا الأولى ثانية ثالثة، بلشنا من ازدحامات الناس نتفرق، يعني أنا وإخوتي وأمي وأبوي، فتفرقنا. فأبوي حمل أختي وإخوتي مشوا لحالهم. فالمهم يا جماعة الخير ضلينا انا واخوي مالك وامي مع بعض، يعني ضليتني احاول اني اضلني قريب من امي. فاخوي مالك حتى صار بلش يبعد عنا، يعني انه ما قدرش يضل يلحق فينا انا وامي. فالمهم انا ضليتني يا جماعه الخير مع امي. بجوز في اللفه الخامسه او في السادسه الا هو يا جماعه الخير، في يعني كنت انا وامي مع بعض، في ورانا رجل مع امه. هذا الرجل يا جماعه الخير، هذا الزلمه راح شو عمل، امه كبيره في العمر وبجرها في عرباي كرسي متحرك. فالمهم يا جماعة الخير الله يسامحه، يعني شو عمل، دفع بأمي يا جماعة الخير بشكل قوي، يعني انه مش انه مثلا دفعها انه على الخفيف، لا عملها زي هيك بشكل قوي يا جماعة الخير. يعني انا مش فيها، انا يا جماعة الخير انا اعرف واضح، انا غير فخور باني قاتلت مع زلمه في الكعبه يا جماعه الخير. لا تفكروني اني بحكي القصه واني انا فخور واني عملت مشاكل في مكه لا 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 يا جماعه الخير، انا مش فخور. دفع امي بشكل قوي زي هيك بسبب انه الناس كثيره، امي ما قدرت تتوازن بسبب قوه الضربه، فوقعت امي. انا شفت الموقف وامي وقعت وما عرفت تقوم يا جماعه الخير من كتر الناس. اخوي وقعت نظارته، اخوي مالك وقعت نظارته واتكسرت، اختفت. فما بالك انه امي وقعت والناس كانت تمشي بتدافع وبتدفع بامي. يعني انا ما اقول، ما بلوم الناس يعني احنا هذا الحكي كان يوم الخميس، فالناس بتكون اغلب يوم الخميس بدها تعطل، بتعرف، والجمعه عطله. احنا كانت عمرتنا يوم الخميس، فكان الناس كثير مليانه يا جماعه الخير، كنا 1,000,000 تقريبا في الكعبه الخير من كتر الناس. فكانت تدافع عادي، يعني دفعت امي، يعني هذاك دفع امي وامي وقعت، والناس عادي كانت تتخبط في امي وهي. فانا شفت هذا الموقف يا جماعه الخير تلقائي، يعني انا موقف اشوف امي واقعه والناس انه ما وقفت وظلت ماشيه، انا صابني حاله غضب بشكل تلقائي وشي طبيعي. تشوف امك في هيك موقف انه ما يعجبك. انا يا جماعه الخير مصطفى شيق انيق ايش تحكي وانسان، وانا في الفتره هاي يا جماعه الخير كنت انسان متهور جدا. فشفت الموقف زي هيك امامي ونط لك على الزلمه يا جماعه الخير، زلمه 2 متر تقريبا بجوز طوله، وانا فترتها طولي، انا هالحين طولي يا جماعه الخير متر و87، فيعني اطول مني هالحين كمان، وهو ضخم يا جماعه الخير. وانا يعني كان طولي تقريبا متر
60 70 زي هيك. يا جماعة الخير انط لكم، يا جماعة الخير الله يعطيني قوة وانط لكم نطة، وانط على ركبة الزلمة واخنق لكم اياه واحكي له وانت ليش دفعت امي، وصرخ علي قدام الناس. يا جماعة الخير واخنقه واحكي له مالك دفعت امي، والزلمه بيحكي لي دفعت امي عشان انه بده يمرق امه، والحج زي تعيط ويا ابني ويا صريش ويا عالم، يعني انه تعيط انه هي في الكعبه ومبسوطه، وتعيط انه من الموقف اللي صار، ويا ابني ويا ابني ويا ابني، وامي تقوم وتعيط خير. المهم يا جماعه الخير بعد ما خنقت الزلمه وانا بناطح فيه وبقول له مالك دفعت امي زي هيك، خنقت الزلمه واجيت اقلب فيه على الارض، يعني انا خلص خانقه ده اعمل ريمستيريو يا جماعه الخير، خلص حركه مصارعه فيش مجال، فدا اخنقه وانط واقلب فيه على الارض اقلبه، اللي هو الزلمه اللي معانا في السياره يا جماعه الخير اللي كان معانا بالرحله، مسكني يشدني ويرفعني منه وينزلني ويصير يحكي مع الزلمه ويتاسف، والزلمه يحكي لنا، وانا رحت وقفت مع امي. يعني يا جماعه الخير كملنا طوفان فيها، رحنا يا جماعه الخير الى الصفا والمروه. يعني هذا موقف الطوش اللي صار بيني وبين الزلمه. المهم لسه ما خلصناش، رحنا يا جماعة الخير في الصفا والمروة، اخذنا عرباي قعدنا اختي الصغيرة، وابوي صار مع اخوتي يروح، وضلينا انا وامي واختي الصغيرة معانا، ورحنا في الصفا والمروة لفينا، خلصنا الصفا والمروة ويا جماعة الخير خلصنا والله بشكل سريع. شوفوا في مكة يا جماعة الخير ما حسيت في نفس المدينة انه في راحة وفي امان وابصر ايش، لا حسيت انه كانت ضجة، وكانت انه هيك انه زحمة وابصر كيف، وانه هذا الموقف الطوشة اللي صار، بس كانت الامور انه مريحة، يعني انه فيها بركة وخلصنا بشكل سريع. فيا جماعة الخير خلصنا الصفا والمروة وخلصنا العمرة، الحمد لله. ومش هذا بس، المفروض لما الواحد يخلص عمرة دائما يخلص بروقان، وانا هو بالعمرة وانا قاعد بسوي عمرة كنت انا رايق. انا قتلت مع واحد بعد ما خلصنا عمره، ابوي قال لنا يلا، طبعا هنا ابو ستيفن والله يا جماعه الخير انا منيح انه ابوي ما تركني في مكه، منيح انه روحت انا يا جماعه الخير في مكه. لما خلصنا العمره وجينا ناكل، ابوي طلب اكل رز مندي، السعوديين بتحبوا تاكلوا المندي انتوا كثير يا جماعه الخير، شكل المندي انا ما عجبني، كله بهارات قطه حار، حاطين لي فليفله وفلفل. فقلت لابوي انا بدي شاي، قال لا كيف ما تاكلش، قلت انا الاكل فلازم ناكل، وابصر ايش لازم تاكل معنا، قلت له انا ماني ماكل، لا بدك تاكل، لا مش ماكل، ويتقاتلنا انا انا مش عارف هو عمرتي انا يا رب نتقبلها، اسال الله ان نتقبلها يعني، بس يا جماعه الخير يعني انا رحت عملت وش انا مش عارف، قتلت انا وابوي، قال لي انقلع جعلك ما تاكل وابصر ايش وانا بديش اكل. يا جماعة الخير عملت التوشة هذه مع ابوي وما اكلتش. ثاني يوم يا جماعة الخير كانت الجمعة وصلينا في الكعبة، جماعة الخير ما دخلناش الكعبة، جوز يوميها كنا 2 مليون 3 مليون شخص. انا صليت في الارض اللي قبال الكعبة، اللي هي الأرضية تبعت برج الساعة، فندق برج الساعة الأرضية اللي بتوديك عند الكعبة. أنا صليت هناك بكتر ما في ناس، صلينا هناك يا جماعة الخير، وبعديها روحنا وقعدنا وصلينا يعني صلاة الجمعة، وروحنا وصلينا الظهر العصر وإلى آخره. ففترة المغربيات لما جينا أكلنا والعشاء، فجينا ناكل يا جماعة الخير، أبوي ما رضيش يجيب مندي، قلنا اسمعوا عشان ما نتقاتلش زي امبارح، حلوا عني كل واحد يروح يشتري اللي بده اياه. فانا يا جماعه الخير رحت لفيت عند المحلات، شفت محل ببيع شاورما بيتزا بيبسي وهيك، فايش كيف، قلت لابوي يابا العشاء عندي، قلت لك محل ببيع بيتزا وشاورما وعصائر وبيبسي والى اخره. ابوي كيف، قال اوكي بدكم هيك يا جماعه يا اولاد بدكم هيك، قال الكل كيف. فراحوا جابوا هم لهم بيتزا وانا جبت لي شاورما، واخوي والله كانت البيتزا زاكي والشاورما زاكي والبيبسي منعشه. خلص ناكل، صلينا الفجر يا جماعه الخير وودعنا الكعبه ومكه يا جماعه الخير، وانتقلنا إلى جدة يا جماعة الخير. جدة هم حبوا يجربوا السمك وأنا باكلش سمك، وقلت لهم بديش أكل. أبوي قال لي طب فيش غير سمك في هذا المطعم، قال لي في بطاطا، قلت له خلاص بناكل بطاطا يا جماعة الخير. قلنا بطاطا ورحنا على البحر في عند جدة، ورحنا جبنا مية زمزم. بس كانت هذه قصتنا اليوم، والله يطعم الجميع اللي هي إن شاء الله اللي حاب يروح عمره وحج إن شاء الله الله يكتب لنا إياها عن قريب يا جماعة. بذكر إني أنا مش فخور في إني تقاتلت مع واحد في الحج في الكعبة في الحج، باين اني حابب اروح حج. انا مش سعيد يا جماعه الخير انه انا لما رحت عمره اتقاتلت مع واحد في الكعبه، وما سعيد اني اتقاتلت مع ابوي يا جماعه الخير، بس حبيت اني احكي لكم القصه، وان شاء الله تاخذوا منها العبره يا جماعه الخير. كان مقطعنا اليوم، تنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم.